مباراة بيراميدز والاهلي اللي انتهت 3-0. تعال نشوف تقييمات زيزو موجودة ازاي. اولا تقييمه كان 6.1 على سوفا سكور. تعال نشوف بقى زيزو عمل ايه في الماتش. اولا دي الخريطة الحرارية بتاعت زيزو، ومعنى الخريطة الحرارية يعني هو اماكن تواجده في الملعب. فواضح ان زيزو كان موجود في كل حتة في الملعب. ده مع التقييم ده يدل ان هو بيبقى موجود، بس لكن التأثير الفعلي هو موجود ناحية الشمال اكتر. فطبعا دي غريبة قوي على زيزو اللي احنا عارفين ان هو اصلا بيلعب وينج يمين. وتعالى نشوف التسديدات بتاعت زيزو. اجمالي التسديدات في المباراة 0، تسديدات على المرمى 0، تسديدات تم اعتراضها 0، مفيش تسديد خالص على المرمى، وده مش زيزو طبعا. خسارة الاستحواذ 10 مرات. ايه تاني؟ المراوغات الناجحة 2 من 2، يعني هو راوغ مرتين ونجح فيهم، بس المهم انه عمل مراوغتين زيزو. المواجهات الأرضية اللي فاز بيها يعني كانوا كام؟ كانوا 4 من 7، يعني فاز ب4 مراوغات من 7. المواجهات الهوائية اللي فاز بيها كانت عبارة عن مفيش 0 من مرة واحدة بس اللي حصل مواجهة هوائية مع حد من المدافعين بتوع بيراميدز.